السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة. الوصفة اللي غنشارك معكم اليوم صباد الخضرة الصحية بواحد الطريقة زوينة بزاف. اخوتي خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير كما شفتوا معايا. اخوتي جد بسيطين، ونبداو على بركة الله. هي بسم الله. المهم عندي تما واحد الزلافة صغيرة د الشعرية، كتبقى اختياريه، الا بغيتو عملوها بغيتو تستغناو عليها تقدروا تستغناو عليها. وعندي الخضر كما شفتوا معايا. من بعد جبت هنا واحد الطنجره. المهم انا غنعملها في الكوكوط، وانتم استعملوا طنجره الكوكوط ولا طنجره عاديه، الاختيار كيبقى لكم. عملت واحد الملقه زبده كبيره، عملت زيت الزيتون، غنخليه حتى كتذوب ديك الزبده. من بعد كنزيد واحد البصله كبيره شلت طويله كما شفتوا معايا. ومن بعد نخلي ديك البصله مزيان حتى كنسل ديك البصله حتى كتقلى مزيان مع ديك الزبيده مع ديك الزويته. ومن بعد كنزيد الخضره ديالي كما شفتوا معايا. خوتي الخضره عندي خيزو، بطاطا، عندي القرعه الخضراء او الكورجيت. غسلت مزيان ونقيت مقطعتهم، يعني تقطيع ماشي ضروري يكونوا الحجم يعني كبير ولا صغير. المهم حنا كلشي في الاخر غنطحنوا الصوبه ديالنا وصافي. من بعد اخوتي ملي تشحرات ديك البصله ديالي مزيان ديك الزويته حتى كتنزل مزيان وهي كتشحر وحنا كنحركوا فيها. انا عايزه نبت معكم الفيديو باش ما نطولش معكم بزاف ويجي اخوتي الفيديو ممل. من بعد كنزيد ديك الخضر ديالي كامله، البطاطا يعني خيزو والقرعه الخضراء. واحد الصوبه كتجي رائعه، الخضره صحيه اخوتي كما شفتوا معايا. المهم صحيه وفي نفس الوقت يعني كتكون سخونه ايضا العشاء. من بعد كنزيد واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار، واحد فتي وسيدات الخرقون مليحه كتبقى على حسب الذوق. وصافي هذا الشيء اللي كنعملها بالنسبه العطريه. ومن بعد كنمرق الخضره ديالي الماء الكافي اللي باش طيب لي فيها الخضر ديالي. كنشوط على الطنجره ديالي تقريبا هيدا واحد 10 دقائق كتبدا تصفر. يعني كنحسب واحد 5 دقائق كنطفيها. المهم دغيا كطيب الخضره. ومن بعد كنخليها تبرد شويه اخوتي. من بعد عندوش باش نطحنها معكم نتوما، انا غنطحنها بالميكسور، وانتم اللي ما عندوش متوفر الميكسور غتخليوها حتى تبرد مزيان وطحنوها في الكاس د العصير يعني في مونينكس. المهم كنطحنوها مزيان كما شفتوا معايا اخوتي. الا شفتوا القوام ديالها جا ثقيل كتزيدوا لها الماء، يعني القوام د الصوبه نتوما كتحكموا فيه واش بغيتوها ثقيله ولا بغيتوها خفيفه. من بعد اخوتي ملي طحنتها معكم مزيان بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا القوام ديالها كيكون ثقيل. من بعد غنزيد لها شويه د الماء وغنرجعها تغلي على البوطه. ملي غنرجعها تغلي على البوطه ديك الساعه كنزيد لها ديك الزلافه د الشعريه الرقيقه، يعني ديك الفتاوش الرقاقين فتاوش د السفه كما شفتوا معايا. وتقدروا الا بغيتو ما كتبغيوش يفتوش ولا ما بغيتوش يرقيوهم يعني تقدروا تستغناو عليهم، يعني تعملوا يعني الخضره صافي مطحونه صوبه عاديه بحال ملي ولا عملتوا لها هذا الفتاوش عاود كتجي مزيونه بزاف. من بعد كنزيد هنا الكرافس، يعني ماشي القزبور ماشي المعدنوس. يعني الا بغيتو تجربوا بهذه الطريقه هذه زيدوا واحد تقريبا واحد 3 معالق كبارين ديال الكرافس مقطعين رقاقين كما شفتوا معايا طريين، يعني باقيين طريين ماشي كانوا في المجمد. كيعطيوها واحد النسمه واحد اللذه رائعه اخوتي. كنتمنى تجربوها ان شاء الله بهذه الطريقه هذه. عندنا الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ووصلتوا معايا حتى المرحله هذه ما تنسونيش من الدعم ديالكم ولايك للفيديو. وصافي اخوتي من بعد كنخليوها حتى كتغلى مزيان وكنطفيو عليها. هذا الشكل النهائي د الصوبه ديالنا اخوتي، يعني عشاء ساهل بسيط يعني كيجي لذيذه بزاف هاد الوصفه اخوتي. ولا جربتوها ان شاء الله عندنا الاعجاب ديالكم. كنتمنى اخوتي تجربوها بهذه الطريقه هذه بهذه المقادير هذه ان شاء الله عندنا الاعجاب ديالكم نتوما ووليداتكم. المهم انا غرفتها معكم في الزلافه باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. كتجي واحد صوبه رائعه اخوتي. ترافقوها هيدا مع التمر مع البيض مسلوق، يعني واحد العشاء رائع، ولا مع شي مملحات اخوتي. كنتمنى الوصفه ديال الاعجاب ديالكم.